الكيتو دايت ومريض السكر، يا ترى ليه فايده وايه الخطر بتاعه؟ النهارده دكتور سكر هيتكلم معاك عن الكيتو دايت لمريض السكر. الكيتو دايت لازم تكون عارف انه بيعتمد على تقليل الكربوهيدرات وزياده الدهون، والفكره دي ممكن تساعد بعض مرضى السكر بس من النوع الثاني على تحسين مستوى السكر. لكن في ناس معتمده على الانسولين في علاجها وبعض الادويه اللي بتحفز البنكرياس. هنا بس لازم نخلي بالنا قوي الكيتو دايت معاهم هيعمل ايه، لان هنا معدل هبوط السكر ممكن يكون زايد. كمان الدهون العاليه بتضغط على الكبد والكلى لو كان في طبعا اي مشاكل قبل كده. في مرضى بتتحسن، لكن للاسف في مرضى كمان بتتاثر. علشان كده مش اي مريض سكر ممكن يبدا الكيتو دايت من نفسه، لازم الدكتور يتابع معاه ويحدد هل اصلا النظام ده مناسب ليه ولا لا. لازم تعرف ان جسمك وحالتك مختلفه عن غيرك، ولازم تعرف ان هدفنا هو التحكم في السكر بامان، فاوعى تجري ورا انظمه ممكن تضرك. ولو عندك اي سؤال دكتور سكر في خدمتك.